قبل ما تسمع هاد القصة خاصك تعرف واحد الحاجة، ماشي كل عائلة كتبان سعيدة راها آمنة. هذه كانت طبيبة ناجحة خدامة في سبيطار كبير، عندها دار وطوموبيل وعندها الولاد، مزوجة براجل صالح. الناس كاملين كيشهدوا لي بالأخلاق، حياتهم كيحلموا بها بزاف الناس. ولكن وسط هاد الهدوء جا قرار اللي بدل كل شيء. راجل قال لمرته بغيت نتزوج بالمرة الثانية، ووعدها باللي ما غاديش يتبدل عليها ويبقى معاها ويعدل بيناتهم. الزوجة وافقات، ولكن الوعد ما كيهدأش القلب الا دخل ليه الخوف. الغيرة ديالها كبرات وغادي دير كارثة خطيرة. الراجل تزوج بالزوجة الثانية، صاحبة مرته فتحت باب اللي ما كانش خاصو يتفتح. باب سبب عدم الإنجاب الحياة كاملة، وسبب سرطان ومرض آخر خطير. وحلم واحد شافتو الزوجة قدر يبدل كل شيء. هاد القصة ماشي خيال وماشي حكاية للتسلية، هاد القصة حقيقية كتبين خطورة الغيرة وأصدقاء السوء. خليك معايا حيت اللي غادي تسمع خطير وكيألم بزاف وما كيتنساش. إلا كنتي كتحب القصص الحقيقية اشترك في القناة باش توصلك القصة اللي غادي نرفع لكم. ويلا ندخلوا في القصة. غادي نهضر بلسان الطبيبة. أنا طبيبة، وضعي المادي مزيان، عندي طوموبيل ودار وعندي بنت وولد. راجلي إنسان طيب متخلق وشاد في الدين، ما عمرو ما أذاني بشي كلمة. حتى لواحد نهار قال لي بغيت نتزوج بالمرة الثانية. أنا بطبيعة الحال ما بغيتش، ولكن قدر يقنعني بالهضرة الزوينة وباللي بلاصتي ما غاديش تبدل. ووافقت بلساني وقلبي كاره هاد الزواج. بدات كتوصلني خبار ضرتي باللي هي إنسانة متدينة ومحافظة على الصلاة وكل شي كيهضر عليها زوين. وحتى من راجلي كيشكرها ليا بزاف. أنا وليت بحال البركان باغي ينفجر بالغيرة. وليت خايفة شي نهار يجي ويقول لي مرتي حاملة، وإلا حملات منه غادي يزيد يبغيها أكتر. كانت عندي صاحبتي خدامة معايا في السبيطار، كنت كنعاود لها همي وعارفة الوضع كامل، وأنا كنسميها صديقة الشر. قالت لي عندي لك الحل، وانتي حيت عزيزة عليا وصاحبتي غادي نوقف معاك. قلت لها شنو هو هذا الحل؟ قالت لي كنعرف واحد الساحرة كل شي كيقول عليها باللي ضربتها ما كتنوضش الغبرة. انا تخلعت، ما بغيتش نتعامل بالسحر، ولكن لحات عليا بزاف. قالت لي سحري ليها ومن بعد توبي الله، راه الله غفور رحيم. حتى وافقت ومشيت انا وياها عند هاد المشعوذة. جات في حي شعبي، دار قديمة كتبان مسخة، الناس داخلين خارجين منها. شدينا الصف مع الناس ودخلنا عند المشعوذة البيت ديالها. بيت مظلم فيه غير الشمع والمشاش كحلين. باركت قدامها انا وصاحبتي وقلت لها شنو بغيت. قلت لها بغيت ضرتي مع مرة ولد وبغيت راجلي يطلقها. جاوباتني وقالت لي هادشي ساهل بزاف وماشي انتي الاولى اللي غادي تجي عندي على هاد الغرض. قالت لي جيبي لي شي حاجه ديالها ورجعي عندي. خرجت انا وصاحبتي، جيت لداري وهضرت مع بنتي وقلت لها فين كنت. بنتي تقلقات مني بزاف، ولكن الشيطان عاونني عليها وقدرت نقنعها. قلت لها اتصلي بباباك وقولي ليه بغيت نجي عندك نتغدى معاك، ودخلي للبيت النعاس ديالها وخودي ليها اي حاجه ديالها، حوايج خرقة تاع الحمام اللي لقيتي قدامك خوديها. بنتي اتصلت بباباها ومشات عندهم. مراتو رحبت بنتي بزاف وتخلات فيها ومخلات ما دارت عليها. بنتي تغدات معاهم وخلات ضرتي حتى دخلت الكوزين الطيب اتاي، وهي تدخل لبيتها بيت الناس هزت لها الخرقة تاع الحمام والمشطة دارتهم في الصاك، شربات معاهم اتاي وقالت لها ماما عارضة عليك بغاتك تجي تعشي معانا غدا. ضرتي وافقات وبنتي جات لعندو وجابت لي المشطة والخرقة تاع الحمام، وانا مباشرة ديتهم عند المشعوذة. المشعوذة سحرت لضرتي قدامي بالمشطة والخرقة تاع الحمام. عطاتني سحور قالت لي سيري دفنيه في شي بلاصة بيشوفوك حتى شي واحد، وعطاتني 2 قرعات فيهم مادة كحلة. وحدة قالت لي خويها لها على العتبة، والاخرى ديريها لها في شي حاجة تاكلها اولا شي حاجة تشربها. خرجت ومشيت مباشرة لدار ضرتي، خويت ليها القرعة اللي عطاتني المشعوذة قدام العتبة ديالها. في الغد جاو باش يتعشاو معانا، تعشينا وضحكنا وقلت لها ديريني اختك اللي تقالت عليك خفافت عليا.
ومشيت نجيب اليوم العصير، وخويت ليها السحور اللي عطاتني المشعوذة في الكاس ديالها، وانا جايبه الكيسان تاع العصير وخايفه وفرحانه. خفت تعيق ولكن شربات وما حساتش بيه وانا نفرح. المهم خرجوا ودازت سيمانه ولات كتحس بالحراق في كرشها. كيعاود ليا راجلي باللي كانت كتقوم الليل كتصلي وكتبكي وكتغوت من شدة الحريق ولات كتنزف بزاف. داها راجلي للسبيطار، داروا لها التحاليل، وهنا كانت الفرحة بالنسبة ليا. قالوا لها عندك سرطان الرحم، وقالوا لها خاص تحيدي الرحم ضروري. قالت لهم لا، واش بغيتو تحرموني من الاولاد؟ ورفضات دير العملية ازالة الرحم، وهي كتصبر الصداع في كرشها وكتصلي. حتى كنسمع الهضرة اللي ما بغيتش نسمعها. وهي كتقوم الليل شافت حلم، شافت كلب كحل كياكلها من كرشها. قالتها لصاحبتها مفسرة ديال الأحلام، وصاحبتها فسرت لها الحلم وقالت لها والله أعلم راه عندك سحور، وإن شاء الله غادي نعطيك واحد الزيت العود مرقي بالرقية الشرعية، دهني به كرشك وشربي منه وبإذن الله غادي تولي بخير. أنا غير سمعت هاد الهضرة تلفت ومشيت مباشرة كنجري عند المشعوذة. قلت لها كل شيء. المشعوذة قالت لي بصح إلا عطاتها هاد الزيت العود اللي مرقي بالرقية الشرعية ودهنت بيه وشربت منه غادي تبطل السحر وغترجع صحيحة كما كانت. قلت لها شنو هو الحل دابا؟ قالت لي الحل ندير لها سحور آخر، والحل الثاني نسحروا لصاحبتها اللي كتفسر لها الأحلام. قلت لها كيفاش غادي نسحروا لصاحبتها؟ قالت لي جيبي لي النمرة ديالها وهضري معاها قدامي ودير مكبر ديال الصوت، وانا غادي نسحر ليها من صوتها. وهذا النوع تاع السحر الاخوان راه كاين. الزوجة الاولى كتقول مشيت عند ضرتي وقلت ليها شفت واحد الحلم وبغيت صاحبتك تفسروا ليا، عطيني النمرة ديال التليفون ديالها نتصل بها. عطاتني النمرة ديالها ومشيت عند المشعوذة واتصلت بالمفسرة وطولت معاها الهضرة. الساحرة كتقول كلام شرك بالله وسحرت لها من صوتها وعطاتني سحر آخر باش نعطيه لضرتي تاكلو. رجعت عند ضرتي ودرت ليها سحور في الماكلة كلاتو قدامي. دازت يومين قال لي راجلي باللي مرتو تزاد عليها الحال وصاحبتها ولات زيزونة. فرحت بزاف من هاد الخبار. راجلي بقى حتى قنع مرتو باش تحيد الرحم ودير العملية، وضرتي حيدات الرحم وما عمرها ما غادي تولد ولا تشوفهم. وخا هكاك مرتاحيتش، بغيتها تطلق. رجعت عند الساحرة قلت لها بغيت تسحري الراجلي باش يكرهها ويطلقها. قالت لي جيبي لي شي حاجة ديالو. مشيت وجبت ليه الشورت ديال راجلي، سحرت ليه. راجلي ما بقاش كيمشي عندها ولا كيكرهها وقال لي غادي نطلقها. فرحت بزاف. واللي وقع من بعد هو مرتو شافتني في المنام كنسحر ليها وشافت فين دفنت السحور. قالت الراجلي شفت مرة بنفس المواصفات ديال مرتك كتسحر لينا وشفت فين دفنات السحور، اش بان ليك؟ نمشيو نشوفوا واش هاد الحلم بصح ولا لا. مشى راجلي ومارتو البلاصه اللي شافت في المنام كيحفروا وكيجبدوا السحور اللي درت ليهم. قفل مسدود مسامر وشي تخربيق كيف ما شفنا. هاد الزوجة الاولى سحرت للمفسرة باش ما تبقاش تفسر لضرتها حتى شي حلم، ولكن الله كبير. المرأة شافت حلم ما كيحتاج لشي تفسير. الراجل اتصل بخو مرتو هو معصب بغى يتفرقع. قال لي شوف قول لاختك الكافرة الفاجرة الساحرة انت مطلقة انت مطلقة انت مطلقة 3 د المرات حيت سحرات ليا. انا غادي نرسل لك تصويرة تاع السحر. ماشي كل شي سهل هنا. المفاجأة في اللي غادي تسمع. بنت الطبيبة اللي دخلت البيت النعاس ديال مرت بوها واللي عندها يد في هاد الجريمة جاها سرطان في الرحم، تصابت بالعقم وطلقها راجلها. والزوجة الاولى كتقول ولدي اللي كتنحلم يكون انسان مهم ويخدم في شي منصب كبير ولا مبلي بالمخدرات وضاع مني. وصاحبتي اللي داتني عند المشعوذة ولدها تسطى وضرباتو طوموبيل ومات. وانا وليت كنحس بالدوخة منين درت التحاليل قالوا لي باللي عندك السرطان في المخ. حياتي كانت ضاوية ولات ظلام وليت عايشة غير بالدواء. وبنتي كتتبع عند طبيب نفساني. اتصلت بخو درتي وقلت لي بغيت تقول لاختك تجي عندي ضروري وجي معاها الا بغيتي. جات عندي درتي وحكيت لها كل شيء. انا كندوي وهي كتبكي، انا كندوي
وهي كتبكي، وقلت لها كل شيء، باللي انا اللي سحرت ليها، وقلت لها انا اللي سحرت لصاحبتك، وقلت لها سمحي لي. قالت لي حرمتيني من الاولاد وشوهتيني وبعدتيني على راجلي وبغيتيني نسمح لك. انا والله ما نسمح لك، وكنطلب الله يحرمك من رحمته كيف ما حرمتيني من الاولاد. واش هاد القصه سهلات؟ لا، حيت السحر ما كيموتش بسهوله. السؤال اللي بقى مطروح، واش الغيره كانت كتستاهل كاع هاد الارواح، ولا الشر اللي دخل القلب ما كيوقف حتى كيدمر صاحبه؟ وإلا وصلتي هنا وسمعتي القصه كامله وكيعجبوك القصص الواقعيه، اشترك في القناه وفعل الجرس باش توصلك القصه قبل اي واحد اخر. نتلاقاو في الحلقه الجايه مع قصه جديده وبحقيقه اخرى.